اتيكات اليوستفندي. اليوستفندي ما بيتقدمش للضيوف بالمنظر ده، كده غلط. الصح قبل ما هم يجوا احنا هنقطع اليوستفندي. ازاي؟ تعالوا نشوف. اول حاجة هنقطع الجزء اللي فوق ده زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنقطع القشر بتاع اليوستفندي قطع طولي بالشكل ده. ولما نخلص تقطيع قشر اليوستفندي هنفتح القشر، بس مش هنفتحه للاخر، هتبقى عاملة زي الوردة كده. بعد كده هنتنيه على جوه بالشكل ده. كل القشر لازم يتني على جوه، وهيبقى المنظر ده هو اللي هيتقدم للضيوف. لما الضيوف يجوا هيلاقوا اليوستفندي بالشكل ده. طب انا الضيف دلوقتي هعمل ايه؟ اول حاجة هشيل قشر اليوستفندي كله واخليه اعلى الطبق زي ما انتوا شايفين كده اهو. بعد كده هفصص اليوستفندي كل فص لوحده. ولما اخلص تفصيص اليوستفندي همسح ايدي في النابكن. في بيتنا نقدر عادي بصباعين ناخد الفص وناكله، مفيش مشكلة. لو في بذر دخل في بقنا بثلاث صوابع هنطلع البذرة ونداري بايدينا التانية ونحط البذرة اعلى الطبق. وفي طريقة تانية نتني ايدينا كده ونطلع البذر ونحطه اعلى الطبق. اما في العزومات الرسميه ما ينفعش نمسك اليوسفندي بايدينا وناكل. الصح هنستخدم الشوكه والسكينه. هنقسم الفص لنصين. طبعا فص اليوسفندي بيتقسم نصين لانه اصغر من فص البرتقال اللي بيتقسم على اكتر من كده. هنسيب السكينه وناخد نص بالشوكه كده اهو وناكل. لو في بذر ما ينفعش نطلعه بالشكل ده او بالشكل ده، كله غلط. الصح هنستخدم الشوكه ونداري كده وننزل البذره بالراحه على الشوكه، وبعد كده نحطها على الطبق. وهو ده اتيكات اليوسفندي. لو الفيديو عجبكم متنسوش تتابعوا حساباتي اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. شكرا.